ماجد عامل ايه؟ انا كويس كله تمام؟ الحمد لله، تمام زي الفل. ليه بتحس ان الرياضة هي اكتر حاجة ممكن تظبط نفسية الواحد خلال اليوم؟ ان انت لما بتصحى من النوم عامه هم. الصبح وبتيجي تعمل اكتيفيتيز او ان انت بتبقى بتتحرك جسمك الصبح، دي بيبقى ليها افاده كبيره جدا. آه، في اول حاجه انت بتعملها بتدي لجسمك كده زي صدمه هم. في حته ان انا هتمرن، او ان بتدي لجسمك اوردر ان هو هيتمرن دلوقتي. فمجرد ما بتاخد العادة دي كل يوم الصبح الموضوع بيبقى عندك روتين، فالموضوع بيتحسن مع الوقت، لكن هي عمرها طبعا مش من اول مرة يعني. يعني انت شايف ان هي مع التكرار ادائك في التمرين ذات نفسه بيبقى احسن؟ يعني مع ان انت كل مرة بتحط فيها هدف، او بتحط فيها ورك اوت، او يعني تمرين عايز زي تعمل. تمرينة هم. مثلا قوية بتحطها لنفسك كل يوم. فانت كل ما بتايزوليت على الماسلز، او كل ما بتحرك الماسلز بطريقه معينه على حسب البايوميكانكس بتاعتها عامله ازاي، سواء كنت بتمرن ابر هم. بودي ولا لور بودي. فالناس عشان تظبط جسمها بتحاول تمرن الجسم هم. كله على مدار الاسبوع. فانت بتبتدي تتمرن تعمل جدول. بتبتدي هم. تعمل جدول لنفسك، وبتبتدي تحط لنفسك الاساسيات هم. بتاعتك. وبعد كده كل ويك او كل 10 ايام بتبتدي بتقيس البروجرس بتاعك بيبقى عامل ازاي. وبناء عليه بناء تعدل. عليه بتبتدي بقى تزود شويه في الاوزان. تبتدي تشوف ان انا النهارده مثلا الماسل دي انا اشتغلت عليها النهارده، ممكن اشتغل على ماسل تانية مثلا هم. بكره. بتبقى على حسب الجدول اللي انت حاطه يعني، بس انت كل يوم لما بتيجي تتمرن الصبح دي احسن حاجه ليك بصراحه. ايه اكتر حاجة بتحس ان التمرين او الرياضة بتظبطها في مودك خلال اليوم؟ حتى لو انت عندك مشاكل عادية بتاعت الشغل وبتاعت البيت، بس بتحس قد ايه ده بيظبط نفسيتك ومودك خلال اليوم؟ لان بطلع نيجاتيف انرجي كتيره يعني. وانا جاي اصلا هتمرن، وانا جاي اعمل ده، هو انا بجد ببقى حاطط مثلا، انا كل واحد ليه طريقته يعني. هم. انا ببقى حاطط السماعات في ودني مثلا، بسمع اغنيه تخليني مثلا ابقى موتيفيشن a little bit. فموضوع ان انا ابقى موتيفيشن ده اصلا هو مش حاجه نقيس بيها الموضوع، على قد ما هو الموضوع زي ما بقول لك بتبقى هابت. هم. انت كل يوم عارف ان انت لازم تعمل ده، لو ما عملتش ده الحاجه اللي انت بتدور عليها هتأثر. فانت بره التمرين. بالظبط. فانت لما بتيجي لنفسك بتحط البيولوجي تايم ده اوريدي موجود، كل يوم بتتمرن في نفس الساعه دي. انت عارف ان انت في الوقت ده النيجاتيف ثوتس والنيجاتيف انرجي بتخرجها في الساعه او في الساعتين اللي انت بتتمرنهم في الجيم. فانت ال بعد ما بتخلص التمرين لما بتكون مثلا متضايق او حاجه وبتاع مثلا زي كده، بعد ما تخلص التمرين انت بتبقى بتلاقي حاسس ان احساس انت مختلف. ريليز بقى خالص، بقى مفيش اي حاجه، مفيش اي وجع، مفيش اي، انت في حته تانية خالص. انت بتدور دلوقتي على نص فرخه تاكلها. فاهم؟ وتدور على نص فرخه وشويه رز وشويه بطاطس وخلاص كده وسلطه منتهى وخلاص، السعادة. الموضوع انتهى. انا الحمد كده، لله. الحمد لله. انا كده في منتهى السعاده فعلا. طيب عمرو، قد ايه بتشوف ان انت تبني عادة جديدة مرتبط بان انت تتمرن؟ ايا كان نوع العادة اللي انت عايز تحطها في يومك، قد ايه بتشوف ان هو مرتبط بالتمرين؟ هو الموضوع ديبر شوية عن القصة بتاعت التمرين دي. يعني أنا بحاول أفايند كونتكست للسؤال اللي أنت سألته. هم. بس السؤال اللي أنت سألته بالنسبة لي is very shallow، هم. لأن هو بيبص للدنيا من بره. أنا بالنسبة لي البيسكس، يعني أنا النهاردة عشان أتصلح نفسيا أنا عندي بيسكس. يعني في حاجات معينة لازم تبقى موجودة، هم. منها الجسم. الالاينمنت بتاع الجسم بتاعك ده is very important، لان انت الموضوع مش موضوع في الشكل. يعني هي القصه مش في البرفكشن بتاع الشكل، مع ان ده بيبقى الجول بتاع معظم الناس. بس الفكره في ان جسمك بيبوظ منك. يعني انت نفسيا معظم الناس اللي بيبقى عندها معاناه مع الجيم والحاجات دي بيبقى اصلا عندها انزايتي وستريس وبتعمل بنج ايتنج. هم. الناس اللي بتشتغل ديسك جوبز 8 hours قاعد، حزام البطن عندك الكور مفرتك. الحاجات دي اللي بتبوظ في الجسم بسبب الفايت والفلايت والحاجات دي كلها. انت لو انت ما بتتمرنش مع حد شايفك كويس وفاهم انت محتاج تالاين ازاي، هي هتزود الديس اوردر.
فاهم ازاي الفكرة؟ ممكن تزوده؟ لان انت مثلا النهارده لنفترض ان انت شخص سيلز، كل الناس السيلز كتافها طالعه لقدام عامله كده، مم. هو في فايت مود طول الوقت، هو ما بياخدش باله. بس لو بص على ده هيلاقي ده، هيلاقي الكتف عامل كده. ومعظم البنات كمان اللي عندها تروماز ومش عارف ايه تلاقي كتفها طالع لقدام كده. طب الكتف اللي طالع قدام كده ده فشخ السكابيولا، انت الظهر عندك سافر كده، في عضله ممطوطه طول الوقت. فاهم الفكره؟ مم. وبتبوظ الالاينمنت بتاعت الجسم كله، وهي مبنيه على الانزايتي. فاهم الفكره؟ فانت النهارده يعني انا مثلا لما باجي اتمرن مع ماجد، هو في حاجتين في دماغي. الحاجه الاولانيه ان البيسك بتاعنا احنا انت كانسان، انت يو نيد تو هانت، كان لازم تصطاد عشان تاكل. جمع والتقاط. انا بشوفها كده، مم. انت فاهم قصدي؟ فانا النهارده بالنسبه لي التمرين ده انا برجع للاوريجنز عشان ارجع جسمي تاني للحته اللي انا فيها. لان انت فاهم يعني انا عديت بالفيز بتاعت التريننج دي، وبعد كده الشغل والاوكيبيشن والمذاكره والمش عارف ايه والبتاع ده شملت خالص. فاهم مم. الفكره؟ بسبب الستريس وبسبب المش عارف ايه والكلام ده كله. ده زائد ان انت جسمك كله فيه يعني كل حته بتخزن ايموشنز. يعني البودي ورك ده مم. التمرين فيه از فيري انتجرال. لان انا النهارده يعني مثلا انا باجي اتمرن مع ماجد، مم. هو عارف الجول بتاعي ايه. انا عايز ارجع جسمي الالاينمنت وارجع الكور تاني يشتغل، عشان الجريف اللي في المعده والريج اللي في ام المعده دول انا محتاج ان يبدأ يبقى في يروح. ستراكشر مم. تساعدني ان هم يطلعوا. طب هل ماجد هيطلعهم لوحده؟ لا، ماجد بيفك الحته دي، لان التمرين اللي انا بتمرنه معاه بيرجع النيرفس سيستم يشتغل تاني في الحتت اللي هو مش شغال فيها. مم. فتقوي المنطقة ده دي. الاحساس اللي انت بتحسه لما تلاقي العضله بتعمل كده، ده النيرفس سيستم. بتترعش. بترعش، اول مم. ما بترعش بقوم جاي دايس. لان هو بصراحه يعني انا عندي بيتوصل. انا عندي ديفكت تمام في ماشي. حاجات معينه. اوكي. بس let's be honest، انا باجي اتكلم مع الراجل يا باشا انا بهرب من تمرينة الرجل. فاهم قصدي؟ وش I كلنا have to be honest. مش كل لوحدك. الناس تمام؟ بتعمل كده. ايوه. انا عندي مشكله في واحد اتنين تلاته، انا محتاج منك. فابتديت اتكلم معاه، اشرح له انا ايه الجول. ايه فماجد اللي انت ابتدى عايزه؟ يتيلر التريننج عشان يوصلني للجول، واكشلي ات وركس. انا بقى باخد الحاجه اللي هو ساعات فعلا بوصل لحته ببقى خلاص بطني بتقلب خلاص من مش قادر. هو التمرين. فعلا الموضوع بيبقى نفسي شويه. هي فيها مم. نفسيه، فاهم حاجه؟ فانا دلوقتي لما ده بيحصل ببتدي ادخل بريث ورك. لان انا لو انا ما اتنفستش، ما هو الناس اللي عندها برضه فايت اور فلايت مم. جول بينسى يتنفس. بتظبط الريتم بظبط بتاع تنفسك. بالظبط مع الموفمنت. مم. اوكي. فاهم الفكره؟ لحد ما توصل البريث للحته اللي في الكور اللي انت بتتنفس لهاش دي. كتير بسمع عن البريث ورك اوتس وقد ايه هي مفيده وقد ايه بتخلي ادائك يمكن يتضاعف، بص، بس مش كتير بيشرحوا ازاي بتعمل البريث ورك. هو البريث ورك عامه في اصل انت محتاج. ما هو انا محتاج الراجل ده يبقى باصص عليا، عشان انت كده كده اوكي. لو انت كتمت نفسك ما انت هتاخد بالك ازاي؟ مش هتبقى عارف. مش لازم حد واخد بالك انت. يفكرك. فاهم قصدي؟ هتيجي انت كده نفسك يتكتم خلاص مش هتعرف تعمل اخر عدة، لازم يبقى في حد جنبك يفكرك يقول لك واحده كمان اتنفس. فاهم؟ مم. ما هي دي الفكره بقى اللي انا بكلمك فيها، ان انت النهارده انت عايز تانلوك الجسم، انت محتاج ان انت تبقى مونيتورد، حد فاهم البايوميكانيكالز وفاهم مشاكلك في جسمك فين، وفاهم انت عايز تعمل ايه، وفاهم كمان انت بتخلع من ايه. يعني انا عشان مثلا عشان انا بخلع فتلاقي الديد ليفتس دي يعني فاهم في اي حته هروب. انت بالديد ليفت هو كده بيشغل لي رجلي. يعني اللي هو ايه، انت هتخلع هشغل لك رجلك كده كده، اوكي. والكور بتاعك هشغله كده كده. ولكن هو عارف يعمل ده ازاي، بيتيلر ده ازاي. هو بيتيلر ده عشان هو فاهم دماغي وعارف انا بخلع من ايه، فبيقوم جاي ظابط التمارين بحيث ان انا ما يبقاش فيه ميسنج اوت، لان الجسم كله لازم يشتغل. وهي دي الفكره بتاعت ان انت بتتمرن تمارين هي كلها ايه، بودي ويتس، كاتل بيلز. انت فاهم قصدي؟ ما فيهاش ويتس اكتر ما هي فيها فيها ويتس تكنيك، بس في بس الحاجات مش البيسك. ويتس. هتبقى فيها ويتس مثلا في رجل، في بنش، في اوكي. بتاع. بس البيسك الموفمنت بتاعت الجسم كلها. لان الورك اوت يعني انا النهارده هورك اوت بايرن بس، فهي كلها موشنز. انا عايز اكبر جسمي، انا مش عايز اكبر جسمي.
انا عايز افك جسمي، فعشان افك جسمي محتاج حد يعمل لي سيت اب تمرين يحرك العضلات الدقيقه اللي ما تتحركش. تبدا تاخد رينج موشن مختلف. لازم تاخد الرينج موشن بتاع الجسم من الاول خالص. فاهم الفكره؟ if you keep it stored in the body it will always be there. ازاي بتحس الافكت بتاع التمرين بيغير ده؟ بنزل ارجع بجد والله. يعني مثلا ايه انا باجي عند نقطه مثلا بقول له بس خلاص، فاهم؟ خلاص دي انا كده انا الحته اللي محتاج افتحها فتحت. اوكي. فلما الجسم بيفتح ايموشن بيبقى عامل زي الخراج اللي بيفرقع، فانت كده كده يا اما هتفومت، يا اما هيجي لك دايريا، يا اما هيبقى عندك سكريشنز، لازم يحصل معظم الوقت سكريشنز. بتفومت اكتر. فاهم انا الفكرة؟ بحس ان اكتر الوقت بيبقى فوميتنج. فانا اول ما جسمي يقلب او بطني خلاص اللي هو، وفعلا هي بتعمل ايه، انا النيرفس سيستم بيشتغل في حته نفترض ان هي ايه في الحته الكور دي. الحوض. اوكي. تمام. تلاقي ايه الدنيا عماله تعمل كده، بترعش. فاهم قصدي؟ بتشد. وبطنك تبتدي تقلب. في الوقت ده انا بقعد اتنفس كتير قوي. اوكي. ديب مع الرعشه دي، وبعدين مره واحده تك بقى انزل تحت. مع السلامه انت كده خلاص. بس that's the point. طيب ده بالنسبه للجسم يعني. هو ازاي؟ بيأكتيفيت النيرفس سيستم وانا بانكوربريت البريث. اوكي. وتوصل في الاخر ان انت تبقى قادر تظبط عدات نفسك مع الحركه اللي انت بتعملها. مش عدات النفس يبقى مع الموشن. فاهم يعني؟ مع الحركه لو نفسها. افترضنا ان الموشن ده بيعمل كده فانت اوكي فهمتك. على المدى الحركه كله. بالظبط. اوكي. فانت لما بتتنفس كده غصب عنك ما بتعرفش تخنصر في التمرين، يعني البوش عشان ما فيهاش صح. والريتيرن انت كده كده مركز معاهم هما الاثنين. مفيش بقى اللي هو بتزق وتنزل او تزق وبتاع. حسب اللي انت بتعمله على مثلا يعني مثلا حاجه كنت عايز اقول حاجه مثلا على موضوع البريث وورك ده. هو ليه كذا طريقه. هو البريث وورك ده ليه حاجه سايكولوجي او حاجه نفسيه اكتر، وفي ناس بتحاول ترجع الهارت ريت بتاعها بالبريث وورك لمعدلاته. يعني في لعيب اسمه ستيفن كاري بيلعب في جولدن ستيت ووريرز، ده بيسالوه كده اللي بيقولوا له انت ازاي كل كوارتر بتنزل تلعب الماتش وانت بفول باور يعني. فهو بيخش جوه بيعمل بريثنج ورك اوت، بيحاول يرجع الهارت ريت تاني زي الاول عشان يدي نفس الكاباسيتي اللي بيديها زي اول كل شوط. فدي حاجه بتبقى من الحاجات المهمه جدا، بتأثر في الاداء. طبعا يعني. بتحس انهي بيسمع في التاني اكتر، ان انت تبقى جسمك قوي فيخلي عقلك ونفسيتك قوية، ولا ان انت تبقى عقلك ونفسيتك قوية فيخلي جسمك قوي؟ الاتنين، مش واحدة بس. يعني انت لازم تكون فيزيكلي ومنتلي قوي عشان تعرف تتبسط. لان انت مجرد ما بتتمرن شوية وبتشوف نفسك في المراية تلاقي عندك عضلات طلعت كده شوية، انت اوريدي نفسيا بتتبسط، ثقتك بتزيد والثقة بتزيد. والموضوع مش في ان احنا بنيجي نتمرن نعمل فورمة وخلاص. انا الصيف جاي فهعمل فورمة فعشان بس ابقى مبسوط وخلاص. بالظبط. فلكن ده بالنسبة لي انا ده مش تمرين يعني. انا التمرين انا بتمرن مثلا من 2010. اوكي 15 سنة دلوقتي. بقالي كتير بتمرن في حياتي يعني عامة. انا بحس ان دايما زمان كنت عايز اتمرن اكتر عشان يبقى شكلي اظبط وشكلي احلى والهدوم والجو ده. دلوقتي بقيت احب اروح اتمرن عشان انا عايز اتبسط بالساعة اللي انا هتمرن بيها والافكت بتاعها بعد كده. عشان زمان غير دلوقتي. يعني زمان احنا كان عندنا الجيم البلدي والحديد أيوة البلدي، فكان الناس كانت بتتمرن تخش وصباح تلعب الفل وخلاص. بنج وباي وظهر وتراي ورجل وريست وساعد ونقعد بقى ناكل حلاوه وكشري وحاجات زي كده، فاهم؟ عشان ندينا بري ورك اوت. بس انت دلوقتي بقى ظهر حاجات كتير. يعني كان في حاجه كان بيقولها برضه عمرو، في فرق بين الايروبيك موفمنت والانيروبيك موفمنت اللي هي الالعاب الهوائيه والالعاب اللا هوائيه. ففي الفرق اللي احنا بنعمله مثلا دلوقتي او الكروس فيت عامه بتعمل حاجه اسمها بودي كومباوند موفمنتس. انت بتشغل ماسل جروب، ما بتشغلش ماسل واحده بس.
فالإفكت بتاع اللي انت بتعمله ده دلوقتي هو اكتر واسرع ليك كريزالتس هتاخدها، غير لما تروح الجيم وتعمل 4 مجاميع في 12 عدة. يعني تقصد تقول ان ده بيكون في حركات اكتر وعضلات الحركة اكتر؟ بتاعة الايزوليشن هي دي اللي بتكتم فيها نفسك، فانت أوكي. بتيجي مثلا تعمل زي تلاقي قوة تدفع بيها. بالظبط. لكن لو بتلعب بيربيز مثلا مم. فانت تلاقي نفسك بتعمل. مش لاحق. ففي فرق من لازم الالعاب تتنفس. اللي انت بتلعبها وازاي. ما هو انت برضو الناس بتروح للمدرب ليه؟ عشان اللعبة كلها مش ايزوليشن، اللعبة كلها strength endurance high intensity workout. مم. فانت عندك السايكل دي، فانت المفروض توظف السايكل دي على جسمك وعلى حسب قدرتك. فاللي بيعرف ده الراجل اللي عنده خبرة، الاكسبيرينس، الترينر. مم. الموضوع ما بقاش لكن انا بصراحة شايف دلوقتي في الحياة العامة الجيمات مثلا المدربين بيشتغلوا بالتارجت. يعني انا بحس ان دلوقتي مش الموضوع بس بقى الجيم بقى بيزنس كله وسيلز. تارجت انا ما بقتش وسيلز مدرب، يعني انا واخد كورس بكذا ومتعلم ومضيع وقتي وعامل كل الكلام ده عشان في الاخر اروح اخد بيزك سالري بيزك وتارجتس سالري بيجي وتارجت لي وبونس. مثلا في الاخر. فانا دلوقتي مش حاسس ان انا بقيت سلزجي قوي، مش مدرب. فبحس ان الموضوع بقى يبقى صعب. انا واحد من الناس مثلا ما ببصش للفلوس دلوقتي خالص، كده كده الفلوس بتروح وتيجي. مم. بس اللي ببص له اكتر ان انا مثلا واحد زي عمر مثلا يجي يتمرن ويتبسط باللي هو بيعمله ويبقى مرتاح نفسيا اللي هو بيعمله، مم. مرتاح نفسيا مع المدرب، مرتاح نفسيا في الانفايرمنت اللي حواليه. مش بس عمرو، ده كذا حد المفروض ان هو يبقى. بتحس ان المكان ليه علاقة بده عشان المكان طبعاً. في دهب؟ طبعا يعني قول لي اكتر عن المكان. الانفايرمنت كل ما كانت صعبه كل ما كان ادائك في التمرين ومستواك بيتحسن من غير ما انت تاخد بالك، حتى لو انت مش قادر تعمل اي حاجه. في ناس هنا بتيجي بجد من زيرو، مجرد الانفايرمنت والدنيا بتبقى حر والدنيا بتبقى تمرين اوبن اير والشمس بتيجي على دماغي وانا واقف طول بتمرن كل يوم بنفس الوقت في نفس الساعه اللي بتمرنها في الكلاس. لو انت بتيجي كلاس مثلا فده كله بيكون من 9 ل 10 مثلا. فالساعه 9 ل 10 الجيم ده بيبقى ربعه فاضي كده، كله ضله والباقي كله شمس. انا دايما كنت بشوف الفيديوز على انستجرام وكنت بحب المكان قوي، بس برضو مخي مش قادر يتقبل فكرة ليه هتمرن في الشمس وادائي ازاي هيبقى احسن عشان بعدين. لو انت جيت حسبتها يعني نفس الفكره اللي انا قلت لك عليها في الاول، ان يور هانتنج. انت بقى بتصطاد، انت كنت بتهانت بقى تحت الشمسيه، بتهانت ايه؟ انت بتصطاد بتسوان. وفي نفس الوقت فجسمك بيحاكي العمليه اللي كانت بتحصل هي دي زمان. الفكره، ان انت السيميوليشن كله حطك في كونديشن اوبن، فاهم حاجه؟ بس كل ما كانت الظروف اصعب كل ما كانت التمرين احسن، ولا كل ما انت ادائك بقى اقوى عشان ظروفك اللي حواليك؟ it depends على انت عايز ايه. يعني انت عايز تتمرن خفيف روح اتمرن خفيف، اتس فاين. اوكي. انا بدور على حاجه معينه ليها علاقه بالفول رينج بودي موشنز، ما هي عشان هي كومباوندز، هي مش بتبقى ماشيه اعمل 4 زي ما هو قال، فاهم؟ هي اوكي بتبقى ماشيه يعني موفمنت في موفمنت في موفمنت في موفمنت في موفمنت 5 ورا بعض، طخ 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 طخ، وتعمل الجروب كله ورا بعض. دي بتشغل بقى كذا حاجه، يعني muscle مثلا set تلاقي كامل، نفسك فاهم؟ بتشغل بايسبس وشولدر و كومباوندز كلهم مع بعض. بتبقى كلها كومباوند، كلها كومباوند. فانت بتلاقي نفسك انت مش عارف تفوق أيوة. منين. في خلال 30 يوم بيتشينج، انت في جسمك عبط حصل. بيتغير. بيتشينج تمام. الحقيقه. انا شخصيا اتغيرت في شهرين، كنت تعبان من فتره وكنت رفيع جدا، وجت عليا فتره بجد كنت خاسس بشكل مش طبيعي. اديت لنفسي بالظبط دي حاجه اسمها ماسل ميموري. اوكي. فانت وقفت وتعبان اسبوعين بالظبط، لو انت استحملتهم او 3 ان أسابيع جسمك يرجع لنفس الحاله اللي كان عليها، بس الفيز بالظبط. لو هتقارن ما بين الجيم بالاوزان اوزان وبوش بول ليجز او برو سبليت، وما بين نوعيات التمارين التانية،
تقارنهم ازاي يعني مقارنة مين عايز ايه؟ يعني لو انا عايز اخس بس مش جاي معايا الجيم، هل هقدر اعمل ده بنفس الطريقة ولا محتاج اخد خطة مختلفة؟ هتاخد خطه مختلفه، بس هي ما بتبقاش تمرين بس، اوكي. هو بيبقى اكل اكتر من تمرين، لان اللي اصعب من التمرين هو الاكل. بس لو حد عايز يخس مثلا، مش هينفع مش هي يعني مش هينفع يعني ممكن يعمل دايت، بس هو هيبقى ضعيف. هم. يعني هيعمل دايت وهيخس، بس هيبقى ضعيف، مش هيبقى قوي. بتشوف ايه effective اكتر؟ الافكتيف ان هو ياكل ويتمرن عشان يعرف يوصل للريزلتس بتاعته. الموضوع مش هيجي من اكل بس. هم. بص، هو انا فاهم كلامك جدا، عشان انا ما حسيتش بتحول درامي غير لما ظبطت اكل وجبت الميزان. فكره ان انا اجيب ميزان دي ما كانتش موجوده قبل طبعا. كده. ويعني ايه ميزان؟ ويعني هحسب بالمعلقه وايه ده؟ انا هنهزر ولا ايه؟ ده بجد انا عايز فعلا. الحله خلاص اكلته، هاته بقى ده كده. بس انا ما شفتش نتائج حقيقيه فعلا واضحه غير بالميزان. ايه اللي ممكن يسهل موضوع الميزان؟ لان في ناس كتير مش فاهمه في الميزان ومش حابه تلعب اللعبه دي او تخوض المعركه دي بسبب حوارها مع الميزان. بص، ازاي الموضوع يبقى اسهل؟ هو بيبقى اسهل لو انت بتعملها كالاتي. يعني مثلا انا عايز اكل 40 جرام رز مثلا، هم. فال 40 جرام دول وهم بره السلق قبل التحضير او هو حاجه، هم. ولما بتتسلق بتبقى حاجه تانية. حاجه ثانيه. فاهم قصدي؟ فانت بتحسب السعرات او بتحسب الكالوريز بتاعتك بعد ما بتطبخ الاكل. اوكي، دايما تحسب وانت طابخ. بالظبط. اوكي. فمثلا انا المره دي معايا ميزان، هم. فجيت عملت 40 جرام دول، قالوا لي مثلا let's say مثلا 6 معالق. اوكي، فانا لو معيش الميزان عارف ان ال 40 جرام دول خلاص حاسبهم ان هم معالق. 6 معالق. فده دايما المدربين يقول لك ايه، كل 12 معلقه رز. طب اشمعنى 12؟ هو بيبقى مديك عشان على حاجه الكالوريز، معينه، الوزن ده. اوكي. وكل واحد على حسب جسمه. يعني انا مم. اقدر اكل رز زي ما انا عايز، عمرو ما يقدرش ياكل رز زي ما هو عايز، بس يقدر ياكل رز. اوكي. هي الفكره ان انت جسمك قابل ايه ومش قابل ايه. يعني انا مثلا البروكلي بالنسبه لي هو بيفيدني جدا، بس انا عمري ما بحبوش اكله، ما بحبش اكله. ما حدش عنده اجماع على البروكلي. البروكلي دايما عليه حوارات مع ان هو فيه كميه بروتين مش طبيعيه، ايوه ده حقيقي. وفي فيتامينز كمان كتير، بس هو مش في طبيعيه. مشاكل في البروكلي. احنا احنا ما نعرفش نعمل. انا بني ادم دي فراخ. حاجه كمان يعني. ما نعرفش نطبخه. هو بيتحط عليه حاجات كتيرة احنا بس. اصل احنا بنتمرن كل في نص تلاجة. بجد 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 الموضوع الاكل ده في منتهى ايه الصعوبة. اكتر حاجه جربتها في حوار الاكل وسهلت عليك الموضوع كتير، نفعت معاك؟ طبعا انت لو بتحضر اكل ده احسن حاجه في تحضير الدنيا. الاكل ده أحسن حاجة اسهل في حاجه الدنيا. ممكن توفر عليك وقت في الحياه. احسن حاجه في الدنيا. انت فاكر انا كنت بعمل ايه؟ ايوه انا كنت بعمل اكل الاسبوع في يوم واحطه في علب موزون، الرز بالخضار بالبروتين، وكل ما يجي ميعاد واحده اشدها واسخنها في مايكرويف وخلاص. بس انا للاسف ام سافرنج عشان هنا ما- مفيش مايكروويف. انا ما عنديش مايكروويف في البيت، فانا لازم اطبخ كل يوم. هو انا كنت بسافر بشكل مختلف، ان هي الوجبه دي انا اكلها الاسبوع كله مرتين في اليوم، وما عندناش فهي بص دايما هيبقى فيه المعاناه، مش عارف تسخن، يا مش عارف تحضر، يا مش عارف توزن. فهو الموضوع صعب. بص، هو انت طول ما انت عايش لوحدك الموضوع هيبقى صعب. من الاخر خلينا متفقين. يعني مثلا انا ضد ده يعني بصراحه. يعني انا لما هتجوز او ان انا بعمل ده، هي مراتي مش موجوده عشان تعمل لي اكل. ده مش بس ده مش لو مبدئي. الاكل موجود بس لو الاكل موجود مش هقول هو لا. هو الحمد لله على كل شيء. يعني انت يعني ما حدش بتبقى واخد من 4 ل 6 7 وجبات يوميا، غير السناكس وغير الحاجات دي ده كلها. بيبقى تمرين وبعدين بالظبط. فهي بتعمل اكل كتير، انت بتاكل اكل اكتر كمان. وده من غير ملح وده من غير زيت فانت بيبقى ليك بقى وجبه في الاسبوع ممكن تبوظ فيها دنيتك، مثلا برجر بقى. ايه احسن وجبه ممكن نعك فيها؟ بالنسبه يعني لي احسن البرجر. وحشين. برجر. بالنسبه لي البرجر. برجر ولا بيتزا؟ انا
في انا انت ما سالتكش. بيتزا عادي، ما بيتزا سالتكش، يعني انا عارف ان ممكن انت يعني ردك انا هيبقى لو مخيف. انا لو كلت بيتزا 50 عدى بير بيتزا هحرق. خلاص كده تقريبا يعني. ماشي. لا لكن دي برجر، غاليه، دي نجيب برجر حاجه. برجر ممكن اكل 3 مثلا يوم الجمعه، يعني كل يوم جمعه انا باكل ببوظ الدنيا. اوكي، ده ثابت معاك كده ده كده. انا يوم الجمعه ده ده ببقى اجازه من الشغل ما هو انت ما يبقاش عندك انزايتي وببوظ وكاشف الدنيا. نفسك وتقوم جاي في التمرين وانت بتعمل مع جسمك كمان تفشخه. بالظبط. ايه اللي يحصل لو ما كسرتش السايكل وفضلت مكمل مظبوط زي ما انت مكمل على طول؟ هديك مثال يعني. انت أوكي. الناس دلوقتي اللي بتعاني من الشغل برضو اللي فيه تارجتس، بانكرز مثلا، الحاجات دي، فاهم؟ انت النهارده الناس دي كلها محطوطه طول الوقت تحت ستريس، طول الوقت في تارجت. طول الوقت تحت ستريس. وبناء عليه بدون اي مقدمات كده يعني الغدد بتتفاعل. ما هو the body responds to the emotional pain. اوكي. فالغدد بتبتدي تفرز كورتيزول، فالكورتيزول بيخش جسمك يبتدي يخزن الفاتس في الحته اللي في البطن تحت، اللي هو الويست ده. فاهم قصدي؟ من منطقه تحت البطن، تحت بالظبط. الحزام. بس انت لو جيت بصيت للفانكشناليتي بتاعت الحاجه، هي جايه منين من الاساس؟ هي جايه من الستريس. مم. فاهم الفكره؟ يعني التوتر والضغط هو اللي بيخلي مخك بالظبط. عايز يتلهي في حاجه تانية. ما هو مش بيتلهي، هو الغدد بتتفاعل، انت كده كده بتبوظه، ما انت بتحطه تحت بريشر. فانت مم. مش طبيعي ان انت تبقى جاي تصلح جسمك تقوم جاي حاطه برضه تحت بريشر. اوكي. ما هو بص، اصل ده بيبقى موتيفيشن. يعني لو انت الموتيفيشن بتاعك جسمك يبقى جميل عشان تفرجه للناس مم. ويقولوا لك احي، فهي نفس الفكره اللي انت تفشخ نفسك بيها في الشغل عشان هم يقولوا لك احي برضه. بس بشكل تاني. يعني هي نفس الاحي بس من كذا جنب مختلف. فاهم حاجه؟ يا حي بجد 360 والله. فانت درجه. تبقى بتعمل ده، عايز تفك نفسك وجاي برضو، فاهم ليه؟ طيب. فانت محتاج ان انت تبريك السايكل. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لما اجي اكلمه، انا النهارده كان عندي تمرين، كلمته الصبح انا واخد جنب مركب جنب مركب في صدري. مش قادر. قلت له انا واخد جنب مركب في صدري بالظبط، ردي كان كده. اوكي. تمام. وانا اساسا امبارح انا عامل حسابي ان انا رايح كده كده وانا تعبان. هم. ليه؟ انا دايما بيبقى عندي الحته بتاعت الانتويشن، هروح انا اتمرن كده كده حتى رايح. الكونديشن ده هروح بيه. لكن الصبح مثلا انا جسمي تعبان، لا I won't push myself. اوكي. انت فاهم الفكره؟ I won't push myself ليه؟ لان انا جاي اصلحه. مش جاي اجي عليه. انا مش جاي اخليه حلو عشان انت تقول لي ان هو حلو. انا جاي اصلح جسمي من الديسفانكشناليتي اللي فيه، فطبيعي ان انا بتعامل معاه بيزد اون احساسي بيه. فاهم الفكره؟ فاهمك. لان انت النهارده خلاص هنيجي كده كده هو على ماجد هيمرني، هسحب وانا نازل. فاهم قصدي؟ بس انت دلوقتي بتيجي على جسمك ولا لا؟ انا بعرف اعوض، هم. ولكن انا كده كده بسيب جابس. انما الجسم مش، ما بعودوش ان هو يتحط تحت كونتينيوس ستريس. فلازم بتديله الجابس نفس والبريكس الحاجه بقى بتاعته. في الاكل. you have to break the cycle. خليك on a diet هم. بس you have to have a breaker. لان المشكله مش في البريكر، المشكله في التفاعل بتاع جسمك مع المشاعر اللي عندك. ازاي الموضوع ده بيبقى مهم ان انت تاخد بريك، مش بس ان انت تخلي جسمك يفوق اكتر ويحس بالافكت وتكسر السايكل، بس كمان بان هو يخليك تلتزم احسن وتكمل على اللي انت بتعمله. يعني تلتزم احسن. فكرة ان انت تاخد بريك وان انت بتكافئ نفسك بتساعدك ان انت دايما تكمل على اللي انت بتعمله. قد ايه الحتة دي بتبقى مهمة ان انت تخليك تكمل تمرين. يعني انا فاكر انا كنت في فترة من الاوقات ما كنتش بحب اخد اجازة، ما كنتش بحب ان انا اجز. انا شايف ان انا لما هعمل مجهود اكتر هتجيلي نتائج اكتر. بس لما يعني هنا كنت بتحرق كده بسرعة. كده عملت ري سيميوليشن للستريس حطيته في حتة تانية. بسبب جمله، مش بسبب اي حاجه تانية. ايه هو؟ الجمله هي ان انا مضطر اعمل. فمضطر اعمل دي اللي بتطلع من بقك دي بتحطك في المايند سيت بتاع ان انت مضطر. طب ما انا حاسس ان انا مضطر. لا، انت مختار تتمرن. That's the اوكي. same point. يعني انت مختار تيجي. بس دي حاجه ودي حاجه. وخلي بالك الكلام اللي انت بتقوله is very important. هم. فاهم الفكره؟ هي نفس الكلام. انا مضطر ان انا اروح اتمرن. اتحرك من بيتك تعالى التمرين بقى. المايند سيت بتاعك وانت جاي بعمل ازاي؟ ده انا ناس كتير حاطه في دماغها ان دي حاجه انا لازم اعملها عشان هم ابقى. مش عايزين يعملوها عشان يتحبوا ويتنيلوا بقى ايا كان. فهي كده كده ستريس في ستريس، وهم بيستخدموا ده
ايمانا منهم ان هو هيريحهم، فهم كده كده في السكه كلها اندر ستريس، بس ده مش موضوعنا يعني. يعني انت شايف ان انت لما تغير بس كلامك وانت بتتكلم عن التمرين، جربها يا عم، قول لي انا بروح اتمرن، طلعها من بقى، قول لي انا بروح اتمرن، انا بروح اتمرن ومضطر ان انا امشي في الكلام ده، ومضطر ان انا اروح، ومضطر ان انا مش عارف ايه، اتكلم. نيجاتيف. انت يا ابني الانرجي بتاعتك بتتغير، بتتكلم انت عامل كده، فاهم الفكره؟ جرب بقى تقول لي انا مختار اروح اتمرن عشان بصلح جسمي، فبتغير الموضوع من ان انت مضطر تعمله غير ان انت اللي احنا عايشين فيها دي. فاهم قصدي؟ احنا كلنا في فيكتيم مايند سيت عامه، احنا لازم وعشان وبتاع ومش عارف ايه وعشان ايه، كلنا جايين من فيكتيم مايند سيت، كله في الفكتمه، فاهم؟ احنا مستنيين كل حاجه تحصل واحنا قاعدين. او بتحس ان الجزء بتاع التمرين ده هو اللي انت بقى بتكافئ فيه نفسك، بس انت كمان بتعمله بجلد، فانت بتقدر نفسك فيه، فبتأذي نفسك، فالريزلتس بتتاخر. مثلا انت هتاكل تشيت ميل زي ما هو بيتكلم، هتحس بجلد ابن لذينه، فاهم؟ كورتيزول بالعبط، اتفشخت. يعني مثلا فطيره سجق كيري. ايوه واحده سجق كيري كبيره، واحده سجق كيري تبوظ لك حياتك، يا تديك حضن دافي من جوه. مثلا بيض وجبنه مثلا، اصل واحد ده ما بيكفيش يعني هو ده احنا بندوق، لو عجبنا هنكمل بجد والله. انا شخصيا باجي اطلب مثلا اليوم بتاعي، يعني الجمعه اللي فاتت 2 سنجل برجر وكميه بطاطس مش طبيعيه ولتر كولا ما هو يوم يعني يوم محتاج اخد حقي فيه. لا وده الصبح، في بقى بالليل بقى، فاهم؟ بالليل ده مثلا تانية. ممكن مثلا يعني عشان ما بوظش الدنيا خالص، مثلا باكل رز ونص فرخه مع شويه محاشي، شويه محاشي، حاجه بسيطه عشان انت ده هو يوم انت ده اللي محتاج تلم كل اللي تقدر تلمه. الفكره بقى هنا زي ما بقول لك، انا جسمي قادر يحرق الكالوريز دي واكل الاكل ده، بس انت ما تقدرش، عمرو ما يقدرش. عشان لسه مش عارف استجابه جسمك كده عامله ازاي، فانت بتبقى حاسس ان انت بقى قادر تاكل اكتر، بس الاكل ما بيبقاش بالميلز، الاكل بيبقى بالسناكس. انت بتاكل وجبه الفطار وبعد كده معاها سناك، بعد كده ممكن سناك كمان، والسناك بتاعك ده ممكن يبقى وي بروتين اصلا. وبعد كده مثلا يبقى عندك الوجبه بتاعت بعد التمرين. اوكي. في ناس بقى في العشاء بتاعها مثلا بياكلوا برضه، لا انا ما بحبش اكل في العشاء، بحب اكل حاجات خفيفه كده. عندي سؤال لولبي، في حد او في ناس كتير دلوقتي بتفكر لو انا مش محتاج ان انا اجيب كوتش، انا اقدر اعمل البلان بتاعتي اي عادي، واقول له انا عايز ايه واعمل هنا. ايه اللي هيبقى موجود هنا مش هيبقى موجود هنا، وليه مهم ان الواحد يبقى متابع مع حد مش يبقى ماشي مع نفسه حتى لو هو بيظبط ده بالاي اي؟ هو الاي اي مش شايف جسمه اصلا عشان يحط له تمرين، هو بيحط له البيزكس اللي موجوده على اي حاجه في الدنيا. يعني مثلا انا وزني 80 كيلو وعايز ازيد 90 كيلو وطولي مش عارف 100 وكام، حط لي تمرين بوش بول ليجز. طيب خليني اساعدك تعمل بالظبط. فانت بقى هيحط لك بقى ايه الاساسيات بتاعت اي تمرين. اوكي. هيحط لك بنش بريس وهيحط لك شولدر بريس وهيحط لك لكن مش هيحطها لك ليك انت، مش هيحط لك انت. مثلا ممكن ما يعني هتيجي تلعب على الشيست بريس، هو بيقول لك حط وزن 70% من وزنك. هو يعني ايه 70% من وزني اصلا؟ ده اول حاجه. هتلاقيه بيحط خمسات، بعد كده 7.5، بعد كده 10. طب هو الصح اصلا ان انت تلعب وتزود الويتس بالشكل ده؟ لا، انا بالنسبه لي لا. انت بتشوف ايه؟ انا بشوف ان انت تحط الوزن، يعني مثلا هشيل 5 7.5 10 3 مجاميع مثلا، لا انا هحط ال10 من اول مجموعه لاخر مجموعه، عشان اجي الاسبوع اللي بعده اشوف ان انا قادر ازود ولا لا. فبتجيب اعلى وزن ليك وتلعب بيه مجموعات التمرينه دي. ما هو انت عشان تكبر عضلات لازم تحط وزن. اوكي. الناس بقى بتيجي تقول لي ايه مثلا، انا مش عايز اكبر عضلاتي. تكبر ايه يا معلم؟ تكبر ايه اصلا؟ انا بقالي 13 14 سنه بحاول اكبر عضلاتي، مش عارف اكبرها اكتر من كده. مش عايز ابقى زي اللي في الصوره، مش عارف. فاهم انت ولا انت هتيجي في خلال يومين ثلاثه مش عايز اكبر عضلاتي عشان انا مش عايز اشيل وزن تقيل؟ لا انت ما تقولش اعمل ايه. يعني سيب نفسك انت ما وخلي تقوليش جسمك اعمل ايه لما يتغير هو بالظبط. انا بقى ممكن يكون عندي مثلا ايه،
عندي وجهه نظر، هم. هخليك النهارده تلعب بالوزن ده مثلا، وهزود لك دي، بس بدل ما تعمل ونلعب 10 ألعاب عدات مع بعض. هتعمل 6 عدات. فابتدي العب معاه نفسيا. اولا مش هخليه يكره اللي هو بيعمله، هم. ثانيا هخليه يحب اللي بيعمله، وبيبقى عنده تطور اكتر واكتر واكتر. هم. يعني فعلا عمرو اول يوم جه عمل فيه ديد ليفت غير النهارده لو عمل ديد ليفت. ليه؟ عشان هو اوريدي في دماغه، ان ده تمام وان ده هيحصل. وانا عرفت اعمله وقادر اعمله بوزن اكتر من كده، لان انا مش بس قلقان. المايند جيم. مايند جيم. مش قلقان دي كلمه، مش قلقان دي صدقني والله العظيم جسمك ثلاثه. بيحط في الميموري. الكلاينت مع مم. اي مدرب، مع اي مدرب في العالم، مجرد ما بيكون بيحب الشخص ده وواثق فيه، هو هيعمل كل حاجه. غير ان هو واثق فيه، هو كمان بيبدأ يثق في نفسه ان هو المدرب يقدر. ليه عامل مساعد كبير قوي، عشان مم. كده انت بتتعامل مع الشخص ده مش بس في تمارين، انت بتكلمه وبتصاحبه، مم. والمفروض ان انت تصاحبه، والمفروض ان انت اللي ما يبقاش عندك مشاكل وتيجي هنا تسمع مشاكله. هم. يعني انا برمي مشاكلي على الباب من هنا، اوكي. باجي اخش هنا خلاص، المفروض ان انا اضحك واهزر واسلم والعب واخلي الموضوع فن. انا مش قادر اصلا اخلي الموضوع فن، بس أوكي. انت كمدرب ليك عامل محتاج إن أنت اساسي توري. كبير فشخ. ايوه ده انرجي مان. ايه اكتر مشكلة بتجيلك من حد لسه مش بروفيشنال، حد لسه بيبدأ؟ ايه اكتر حاجة بتبقى دايما مشكلة معاهم؟ كومبلين. بيقعدوا يكومبلينوا كل شويه. صياح. يعني مثلا انا النهارده الصبح حسيت بوجع هنا. انا برضو مش بفهم الناس اللي بتبقى مش متوقعة ان هيبقى فيه وجع. يعني كلنا بنتعلم. ما هو في لاكتيك اسيد بيخرج بقى الطبيعي. سواء الجسم لا، يعني لو جسمك ما وجعكش يبقى انت ما جيتش. الجسم وايت فايبر وريد فايبر. مجرد ما بتتمرن بتضخ الدم في العضله، بالعضله بتكبر، الوايت فايبر بتتقطع، بيخرج اللاكتيك اسيد. فده بيبقى موجود اوريدي. لو ده ما حصلش يبقى انت ما اتمرنتش. يعني لو الوجع ده، انا نفسي الوجع ده يجي لي، عشان خلاص انت للاسف الشديد مفيش اي اوجاع من الاوجاع دي بتجيلي الا لو انا بقى شلت وزن اتقل من الوزن الطبيعي بتاعي. لا انا النهارده، يعني انا مره كنت بتمرن معاه هو تمرين كده بول، وكان فيها ديد ليفت. اوكي. شلت وزن تقيل، عملت بيه عدتين، صحيت تاني يوم الصبح جسمي كله وجعني. منطقي. كنت مبسوط جدا. كنت مبسوط جدا بالوجع ده. مفهوم جدا. في ناس بقى ما بتفهمش ان الوجع ده اصلا هو افاده. اوكي. كل بقى عشان الوجع ده كل واتمرن عشان الوجع ده يروح. يبقى عارف ناس تعمل ايه بقى؟ مم. انا اسف مش هقدر، انا جسمي واجعني مش هقدر اجي بكره. انا اسف والله بجد مش هينفع اجي بعده. مع لا، ان ده انا بحس ان التمرين هو اللي هيفك الوجع ده، هو اللي ده هيضيع طبعاً. الوجع ده. ايوه طبعا لو انت جسمك وجع روح اتمرن عشان يروح. طبعا ما فيهاش كلام. الناس هنا بجد انا مش فارق معايا. انا اهم حاجه عندي يكون البني ادم ده جاي بيعمل حاجه لنفسه، مش جاي يدفع لي فلوس، مش جاي. هو جاي عشان فعلا ياخد باله من نفسه. هو بجد جاي يعمل حاجه. انا مثلا واحد زي عمرو مثلا جه اول ما جه يتمرن معايا راح عامل لي ازاي؟ انا عايز اتمرن 4 ايام في الاسبوع. فانا عرفت ان هو عايز يعمل حاجه. في ناس بتسخن كده بالشكل ده، بس فاهم؟ مش اللي هو مش هاجي كل يوم وهو عارف هو عايز ايه. انا ده بالنسبه لي بيديني انا كمدرب يحقق اللي هو ايه، شغل. عنده مساحه، عارف هو 4 أوكي. ايام ده انا هحط بروجرام علاجه 4 ايام بقى. فاهم؟ في 4 ايام كده من الاسبوع في تمرين، هبقى قاعد مستني التمرينه بتاعته عشان خاطر اعمل. اوكي. اجي هنا مثلا، معلش انا اسف انا اتخبطت في دماغي فمش هقدر اجي النهارده. كل اللي كان عندك ده انتهى خلاص. لمجرد بس. فالاستمراريه مع الكلاينتس بتبقى مهمه قوي. مش في ان انت تيجي تمرينه وتغيب 2 عشان جسمك وجعك. عشان تبدا تشوف نتائج. انت عمرك ما تشوف نتائج لو ما فيش استمراريه. انا ما بعرفش اطلع مثلا شغل كويس قوي مثلا عشان في ناس مثلا ما بتحبش تتصور، اوكي. في ناس ما بتحبش تعمل فيديوز، في ناس بتتحرج. فانا عشان وانت ده شغلك.
الدنيا كلها بقت سوشيال ميديا دلوقتي، فاهم؟ عشان اطلع حد مثلا بيفور وافتر ده انا وحظي هنا بالذات، انا فاهمك. وحظي. هتلاقي معظم الناس اللي بتعمل بيفور وافتر كلهم اونلاين، ده حقيقي. كلهم اونلاين. مم. مش هتلاقي حد بيعمل على بيفور ارض الواقع وافتر لا على مفيش. ارض الواقع، غير بقى الناس اللي بتلعب ارنولد كلاسيك وكلاسيك مم. فيزيك. الناس دي بتاخد بقى ستيرويد وجروس هرمون. مم. فهمتك. عمرو، بتشوف قد ايه الجيم او التمرين في حد ذاته بيزود او بيقلل البودي ديسمورفيا؟ البودي ديسمورفيا مم. ملهاش علاقه بالجيم. البودي مؤخرا ليها بدات علاقة احس ان بالشيم. هي اوكي ماشي ليها علاقه فاهم؟ بالشيم. انت راجل علاقتك مع جسمك مصديه. هم. في اما انت بتبقى شايف ان الاتراكشن بتاعك مربوط بالجسم عشان انت مش عارف تشوف النفس، اوكي. فانت جسمك بالنسبه لك بيبقى الاداه اللي انت بتكوميونيكيت بيها مع الناس. هم. فلو انت بتعمل ده دايما هتبقى شايف الحته البايظه. ده البادي ديسمورفيا. هم. فاهم الفكره؟ هي عامله بالظبط زي عندك عربيه ما بتشوفش غير خربوش، بس انت كده كده مش واخد بالك من العربيه كلها. اوكي. انت فاهم حاجه؟ انت انت بتبص ممكن على يبقى عندك المشكله بي بس. ام مثلا، انت عندك ده عربيه شايف جميله، فاهم؟ الخربوش. حلو التشبيه والوان ده. وبتاع ومش عارف ايه وبتاع، فاهم؟ بس انت الحاجه الوحيده اللي انت شايفها ايه؟ الخربوش. في خربوش، فاهم؟ يعني حصل ايه؟ هم. فانت بتحس الناس كلها هتشوف الخربوش ده، فانت في حته صح. انت فاهم المايند سيت؟ اوكي. فده شيم. اوقات ناس كتير بتتمرن ولما بتروح تتمرن هي برضو مش شايفه هي عامله ايه. ايوه، عشان المشكله في الشيم. لا هي كمان مش شايف هي عامله ايه بالظبط، ده هما كمان بيروح هو عارف هو عنده حاجه معينه، لو ما عملهاش هم. خلاص كده. ما ايوه بيفضل عشان الكومباريزنز. ما هي دي المقارنات. ما هي دي، بص، ما هي دي الفكره. الكونكشن مع الشخص اللي بيعمل لك التريننج. عشان هي الفكره اللي انت سالتها مثلا بتاعت واي ترينر. هم. لا، هو مش ترينر. هو انت you need someone to observe you. لان انا هقول لك انت بتاخد ايه من الاوبزرفيشن دي. لما بتاخد الاتنشن بتاع بني ادم او بتدي الاتنشن بتاعك لبني ادم، دي اغلى حاجه انت ممكن تديها له. ده حقيقي. دي اغلى سلعه عند اي انسان. هم. الاتنشن. لو اديت اهتمامي لحد بيزمست فيكتيم مايند سيت هياخدني معاه. الاهتمام ده مفتاح اصلا. ولو اديتها لحد محتاج كومباشن هيصحى. فاهم قصدي؟ هم. ولو اديتها لحد ايكوال هكونكت. على حسب. لا هي كده كده الكلاينتس دي دول بقى كلهم على بعض كده. انت بقى كله يعني فاهم. احنا بنيجي هنا يعني احنا معظم يعني سواء بقى انت اسمك هنا هيلر، انا ثيرابيست، مش انا بقابلهم كلهم هنا، فاهم؟ كل واحد اوكي، بيجي كله يحنكش هنا. حاجه هنا. اوكي. فانا طالما الناس دي كلها بتيجي هنا، انت فاهم قصدي؟ المكنه دي. يبقى اكيد في حاجه. ففي حاجه. لما جيت انا جاي ببقى كيوريوس واوبن الصراحه. يعني انا ما ببقاش حاكم. انت فاهم يعني. انا ببقى جاي رايح اطلب الحاجه اللي انا عايزها. انا عايز 1 2 3. وحتى اول مره قابلتك فيها كان يوسي، عشان كان الموضوع بتاع يوسي فيشر. حد يعني حاسس بيجي هنا فبقول له انا شفته عندك. فهو طالما جه في مكان خلاص. يبقى هو بيدرو. لا انا هرش التاني اصلا. هو في حته حلوه. هو ما اوكي. بيقعدش في اماكن فيها اي تلويش. فاهم قصدي؟ فهنا فانا قلت تمام، هو في حاجه، فاهم؟ فجيت طلبت اللي انا اوكي. عايزه، فلقيت اللي انا عايزه. هي بقى دي الفكره. يو تايلر. ليه بيبقى في ترينر؟ عشان الترينر بيتيلر. بيظبط لك انا ساعات الموضوع مثلا عليك بيضحك على عليا في حاجات مقاسك. مثلا، فاهم قصدي؟ انا ببقى متفرهد. هم. فانت بتلعب كور. هم. فبدل ما يكتب لي مثلا موفمنت 10 10 10 ورا بعض، يخليهم لي 2 ويكتب 15 ويقول لي اهم دول 2 بس. والله العظيم بيجيب لي 6. نفسيا ايوه انت بمايند جيمز. هو بيبقى عارف انا فين، وبيقوم جاي مظبط السيت اب ها. عشان يمانوفر التمرينه اوكي. بعيد عن عن الجزئيه الستريس دي والحاجات دي. فبتبقى اسهل ليك. بيمانوفر. هو زي بيلعب ما انت فيه قلت فعلا بحس ان الكوتش هو بيتيلر الموضوع ليك، بيظبطه وبيقيفه هو ده اللي عليك على المفروض يبقى مقاسك. موجود. ان انت تبقى اوبزرفد ومتشاف هم. ومفهوم. والجول بتاعك انت برضو بتتحرك تجاهه. يعني فاهم قصدي؟ حاسس ايه دلوقتي عن الفترة اللي كنت تتمرن فيها زمان قبل ما زمان تتمرن؟ الصراحه انا كنت عايز ابقى بافي قوي. انا وصلت هم. للموضوع ده، فاهم حاجه؟ هم. بس الاكسبنس بتاع being buffy to look good was very high. زي ليه بقى؟ لان انا بنيت اصلا كتل عضليه فوق الكتل اللي مخزنه التروما.
بعيدا بقى عن الضرر التاني. انت فاهم حاجه؟ اوكي. فانا قفلت اصلا يعني المشاكل اللي كانت عندي اللي هي ان انا كتافي طالعه لقدام ومش عارف ايه والسكابيولا والمش عارف ايه مم. والحاجات دي العضلات كبرت عليها. اوكي. فبقيت اتقل. مش اتقل بس اللي هو انت الجسم حاسس. بيبوظ. اوكي. فانا اضطريت انزل تاني مم. وابلده تاني. من اول بس عشان وجديد. ابلده تاني مم. ابتديت ابلده بالصح بتاعه بالموشن الكومباوند موشنز مم. والنفس. كومباوند موشنز ونفس كومباوند موشنز ونفس. الموشنز كانت جديدة عليك لان انت كنت بتتمرن ويتس بس في الاول. مش جديدة عليا بس للأسف الشديد جدا كل التمارين اللي أنا كنت بتجنبها لبستها. لقيتها موجودة. فاهم؟ كلها بنفس بالبوزز بالستراتشز بالحاجة كل حاجة أنا كنت بتجنبها اوكي. في التمرين بقيت بعملها. طيب بما ان انت حد كنت بتتمرن ويتس ورجعت للموفمنتس والكومباوند موفمنتس، حسيت بايه في الاول؟ يعني موضوع الترانزيشن اللي عملته كان صعب قد ايه؟ ولا صعب ولا أي حاجة. I just made a choice. أنا فاهم أنا بعمل إيه بس هو اوكي. مش صعب يعني. ما حسيتش ان انت يعني أنا جسمك؟ قبل كده كنت عايز أبقى أح. اوكي. دلوقتي أنا عايز انا أبقى قصدي healthy. كالاداء في التمرين ذات نفسه في الاول كان صعب ولا عشان انت بتتمرن ما كانش مضايقك؟ لا صراحة لا ما حسيتش اللي عنده أوكي. باك جراوند ما بيبقاش وما مش حسيتش زي معاك حد كده. لسه جديد يعني. هو ما شاء الله وراني أوكي. صور قبل كده هو كان يعني جسمه كان كبير. انا ما يعني هو مريح يعني مم. في الجرادي والموفمنت. انا مم. يعني بمشي بطريقه معينه بتخليني يعني انا كده كده بوصل للفيلير بس مم. بوصل للفيلير بشياكه. فاهم مش قصدي؟ اسمها تلاقي كده نفسك داخل على بس الفيلير كده وانت ايه الدنيا لذيذه معاك. فاهم؟ قادر توصل لنفس الليفل. ايوه. فما حسيتش عشان كده انت بتسالني سؤال وانا عمال افكر فعلا هل هو الموضوع كان صعب. انا بسألك لا. لان اغلب الناس دلوقتي بتتمرن في الجيم عادي، قليل اللي بيقرر ان هو يسويتش للموفمنت وهو جاي من خلفية فيها حركة قبل كده. فاللي بيبدأ من الاول بيبقى عارف مدى صعوبة التمرين فبيتأقلم عليه، غير لو حد جاي من الحديد. هي بتحصل مع البني ادم اللي لسه بيكون البيجنر قوي، لكن أوكي. عمرو مش بيجنر خالص. يا عمرو اتمرن يعني كان جسمه كان كبير قوي يعني، وراني كذا صوره يعني. فاللي بيبقى عنده باك جراوند بيبقى عنده ماسل ميموري وما بيحصلوش حاجه، بيرجع بسرعه يعني. دي صراحه بيرجع بسرعه ما هي خالص. الماسل ميموري دي هي الشيفر بتاع النيرفس سيستم اللي بيحصل في الحته المقفوله. ده اللي في اكتيفيتس فالميموري أوكي. دي الجسم فيه ميموري. الجسم فيه ميموري لكل حاجه حتى التروماس. حتى التروماس ما هو انا كانوا بفكها هنا. انا جاي هنا عشان ايوه انا أطلع. جاي هنا اشغل الكور بتاعي هم. في حتت معينه عشان انلوك السبيس دي فهمتك. for many different reasons. اللوك ده مثلا بيخلي البلاجر كله سكشوال مثلا. فاهم الفكره؟ اوكي. انت مش اوبن جسمك مقفول عشان كده معظم الناس اللي بتتمرن بيبقى عندها very high sex drive. انا جسمي بيفتح بس خفت. ايوه انت الله اكبر عليك. كباب وكفته مش فاهم الفكره؟ فانت لو مكتوم الانرجي كلها بتنزل تحت بسبب الحاجات المقفله دي. فالناس دي بيبقى عندها very high sex drive. اوكي. فاهم الفكره؟ العكس صحيح. لو انت بتفتح الحاجه بيبقى عندك انرجي تتحرك اوكي. وتبقى اكتف وتروح وتنزل وتنط وتروح تركب حصانه وتصوت وما تنامش وتيجي تتمرن وبعد كده تروح تشتغل. فاهم؟ وبعد كده تقابل ناس جديده مفهوم جدا. يعني انا بنام حاليا يعني بنام عدد ساعات قليل قوي بس ببقى very energetic. حاسس ان انت جسمك قادر. ايوه ما انا ما فيش انا بفك السورس بتاع الفيزيكال ستريس اوكي. through the body بعيدا عن المنتل ستيت. قصه ثانيه خالص. يعني انت عندك الايموشنز حاجه البودي ورك حاجه والبريث ورك حاجه والثلاثه انتركونكتد. يعني انت تمرينك لو حطيت معاه بريث ورك حماده ثاني خالص. اوكي. الايموشنال ورك والبودي ورك حماده ثاني خالص عشان ده بودي كونشسنس. فاهم قصدي؟ اوكي. انت كل الحاجات دي ابعدها عن المخ تسلك. فانت بتوسع. انا بكنسل اوت اوكي. الكونشسنس بتاع البرين وبستخدم الميموري بتاعت الجسم والميموري بتاعت البريث والسبيريتشوال كونشسنس at some point يعني. بس هي كده يعني بتكنسل واحد يشتغل تقوم جاي نطت من ده لده وتنط من ده لده.
اوكي. بس يعني لو عايز تلخص كل حاجة ليها علاقة بالتمرين وقد ايه هو بيأثر عليك وعلى مودك وعلى تفكيرك وعلى دماغك، تقول ايه؟ لو عايز تقول قد ايه هقول لك هو ببساطه الناس تقدر تديتكت ده ازاي. هم. تمام. البانكرز كلهم كتافهم طالعه لقدام، هم. كلهم. ده population. تعداد. تمام. لو ده مش صح هسيبني. اوكي. انا بكلمك بجد والله. أنا الشولدر فاهم. بليدز طالعه كلها كده. ستريس، هو طول النهار عامل كده، طول النهار عامل كده، طول النهار عامل كده، طول النهار كتافه لقدام. he's fighting. هم. وبيروح البيت بيبقى fighting. هم. الجسم بيفولو. انا النهارده محتاج ان انا ارست النيرفس سيستم والحاجات دي. يعني هم. كده كده كلنا بنفايت، فاهم حاجه؟ اوكي. بس بننسى نفصل. انت بتروح البيت بالفايت دي وتخش تنام بالفايت دي. ترجع بيها. التمرين بيفصل ده، هم. لان هو اتريسيتس الدنيا تاني. عشان كده بتحس ان انت بعد ما بتخلص تمرين ان انت فل، يلا نبتدي اليوم بقى. انا دايما بقول ان التمرين ما بيحلش المشاكل بس بيخليك قادر تواجه المشاكل بشكل احسن. هو كده كده إيه. طالما انت جسمك تمام انت هتبقى تمام. عشان انت عارف تعمل بقية الحاجات. انت هتبقى تمام. اوكي. شكرا يا عمر. العفو يا باشا. بجد شكرا. العفو والله. كابتن ماجد، لو عايز تلخص برضو القصة بتاعت التمرين والالتزام، ولو حد فعلا شايف ان ده هيأثر على دماغه وتفكيره وصحته النفسية، تقول له ايه؟ لأن ناس كتير بتعاني في الموضوع ده وعلى مر العصور، اللي هو كله عايز يتمرن بس مش كله بيعرف ينتظم، ودايما حد بيقع في حتة. فليه الكوتش بيكون قد ايه مهم في الحتة دي، ان هو بيخليك مكمل ما تقعش من الجزئية دي؟ بص، هو ممكن نشيل حته الكوتش دي، لان الناس في نوعين من الناس بيفكروا في الموضوع ده في حاجتين بالذات. لو انا هفكر واحط الامل بتاعي كله على الكوتش، هبقى انا انتهازي. بمعنى ان انا عايز اجيب الكرانش بس التارجت بتاعي يتعمل، اوكي. او عشان انا بس. في فرق كبير لما انا ابقى بتعامل مع الكلاينت بالشكل ده، وابقى بتعامل معاه في حته ان انا بساعده انه يجي يتمرن. فالمساعده هنا بتكون مش بس هو هيجي يدفع لي فلوس وخلاص، لا، هو انت هتكلمه وتطمن عليه وتشوف هو عمل النهارده. بيبقى فيه فولوينج. بس بتخليه هو اللي يساعد نفسه ان هو يجي. بالظبط. انت مجرد تول بس. بالظبط. انا بس ايه، بديله هنت كده، بفكره ان انا موجود ولازم يجي لي عشان هو دفع لي فلوس. وبالتالي مع الوقت الموضوع يبقى بالتالي اسهل مع الوقت بالنسبة له. الموضوع بيبقى اسهل له واسهل لي، ان احنا في هو he has a good passion when we come and do the workout. I love it. هو عايز يبقى احسن، عايز هو يحس عايز يعمل ده، انت كمان بتحاول تساعده على ده. فانا يعني بجد احب اقول ده للناس كتيره جدا، مش نهايه الدنيا يعني. كمل وانزل اتمرن واعمل ده، عشان مجرد ما هتعمل ده هتلاقي ريزلتس مختلفه. تماما بجد يعني اجري جدا. وكابتن ماجد وعمرو، يعني بجد شكرا على وقتك وشكرا على كلامك. ربنا يخليك. وحابب قوي اللي انت عايز توصله، انت فعلا عايز تساعد اللي قدامك، مش مجرد عايز تديله المعلومه وخلاص. انا نفسي اعمل ده في دهب بالذات، يعني نفسي يبقى انا انت عملته اوريدي، يعني انت عامله وهو نفسي اساعد الناس في حته التمرين دي بالذات، بس يعني ان شاء الله يعني هحاول. انت عملته، بس عايزك تعمله بذمه بقى. ان شاء الله هحاول اعمله بذمه. عمرو بجد شكرا. يعني كل مره بنقعد نتكلم بيبقى فيه دايما حاجات مفيده، فحقيقي شكرا. انا راجل مفيد. انا زي البروكلي. زي البروكلي. انا بروكلي. I identify as بروكلي. انا بروكلي زم بروكلي. شكرا يا عمرو.